السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل وصية الشاعر بخيت بيوم الأخيرة اكتب على قبري هذه الجملة. كشف حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة الدقهلية عن وصية الشاعر بخيت بيوم، والذي وفته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 82 عاما. أحد أهم وأكبر الشعراء الغنائيين الذين شهدتهم مصر لما قمة من مسيرة عطاء طويلة امتدت لأكثر من 65 عاما. قال نصر في تصريحات إن الشاعر الراحل طلب منه كتاب وصيته، والتي كانت من أهم بنودها أن يكتب على قبره: هنا يرقد شاعر الرصيف بخيت ابن بيومي. وأضاف رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية أن أسرة الراحل قررت دفن الجثمان بمقابر الأسرة بقرى كفر الحطبة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، على أن تؤدي صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر. وأوضح أن بيومي اشتهر بالحرص على التعامل مع البسطاء، وكان يلتقي بهم ويحرص على تلبية احتياجاتهم. وكان من أصدقائه العالم الكبير الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى والمسالك البولية. وقال الراحل ظل يكتب أشعاره بخط يده حتى الرمق الأخير، وكان من أبرز القصائد التي يعتز بها القصيدة التي أهداها إلى كل فنان يعاني في مقتبل حياته حتى يضيف جديدا للفن. وكانت موسعته الشهيرة الحريف دلالة على ذلك، حيث قدمها بإهدائه وقال فيها: إهداء إلى واحد صاحبي كان فنان ومات، كان في أي قهوة بلد ينام بيات، يوم ما مات يوم ما عزل من سكات. وعرف بيومي بكونه صاحب الألف فزورة والألف موال، وظل عاشقا للعيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والذي وفته المنية بها. بدأ الراحل حياته في الإذاعة مع محطة الشرق الأوسط بإعداد المادة التي تقدم لضيوف البرامج، والتي كشف الراحل أنه تعلم الإعلام فيها على أيدي كبار إعلاميها كي سناء منصور وإيناس جوهر ولطيفة الشافعي وصديقة حياتي، وجميعهم أسروا إذاعة الشرق الأوسط وتركوا بصماتهم الموجودة حتى الآن. وتعد أولى الفوازير التي قدمها الراحل بخيت بيومي عبر إذاعة الشرق الأوسط مع المخرج الإذاعي الراحل حسني غنيم، والتي قدمها الفنان الراحل محمود شكوكو في أواخر السبعينات. ويعد بخيت بيومي أول من كتب التأليف الغنائي بكامل فصوله، وطوال رحلته الطويلة مع الشعر والفن ظل يكتب الفوازير لمدة 17 عاما متواصلة، وكانت بطلة الحلقات الفنانة نيلي. وكان بخيت بيومي أول من أدخل الثقافة في الفوازير، فكتب فوازير عن الأنبياء والرسل، وكتب فوازير أهم ما يميز المشاهير، وضرب مثلا على ذلك بالقصيدة التي كتبها في المنديل الذي كانت تمسكه سيدة الغناء العربي أم كلثوم. كما كتب الكثير من الأغنيات، منها جيت في وقتك يا حبيبي للفنانة الراحلة وردة، والفنان الراحل محمد العزبي، وبدوب في هواه للراحلة صباح. وألف للفنان الراحل فؤاد المهندس 6 أغاني لمسلسلات إذاعية في السبعينيات، وكتب الأغنية والمونولوج والبرنامج الرياضي في صوت العرب لمدة 6 سنوات، وعمل حوالي 15 حلقة من مسلسل سر الأرض و66 مسلسلا إذاعيا وتلفزيونيا. ومن أشهر ما كتب مسلسل أهلا بالسكان وكسبنا القضية وغدا تتفتح الزهور، التي اشتهرت بأغنية محمود ياسين حلوة يا زوبة. يذكر أن الشاعر بخيت بيومي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 27 من فبراير 2024 عن عمر يناهز 82 عاما. ومن المقرر تشييع جثمانه عصر اليوم ودفن مقابر أسرته بقرية كفر الحطبة مركز شربين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.